المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج حوارات. مشاهدينا، في هذه الحلقة نواصل من قطع من حديث مع دكتور عبد الله إدريس، مسؤول قسم السيطرة النوعية في مؤسسة ألبان أزمرة السابق، وعضو قسم متابعة الخدمات في وزارة الزراعة حاليا، والخبير في مجال الألبان ومشتقات الألبان. دكتور، أهلا بك مرة أخرى في الفضائية الإريترية. نواصل منقطع من حديث حول هذه. في ختام الحلقة السابقة تكلمنا عن تنقية الدهون، وأعتقد أنه ناس أسمر هنا يقول أنه الألبان بتاع مؤسسة أسمرة موية، يقول يعني. ففي يعني الفرق شنو بين اللبن المركز وبين اللبن المدعم واللبن ممكن يكون زي ما يقولوا مويه يعني؟ والله أنا يعني حسب خبرتي في هذا المجال والفترة الطويلة اللي قضيتها في شركة ألبان أسمرة، حقيقة في مشاكل يعني كثيرة من المزارعين في حالات بتاعت غش في الحليب. نعم. هي تكون موجودة من الطمع الموجود في المزارع، وغالبا الحاجات دي بتواجهنا يعني. شخصيا أنا أقدر أقول إنه في خلال الفترة الطويلة اللي عشتها مع المزارع هنا وعمليات الغش والشغلات اللي بتحصل، يمكن أنا يعني الشهادة الثانية والماجستير دي يمكن أنا أكون أخذتها من المزارع البسيط ده. نعم. من الفترة الطويلة يعني في هذا المجال، يعني استفدت من عمليا من الحالات اللي بتواجهنا. يعني في حالات كثير بتاعت الغش بتجي، ما أقدر أذكر فيها كثير فيها، لكن في مسألة الأدلتريشن، يعني المسألة بتاعت الموية، زيادة الموية في الحليب دي موجودة في أي حتة. يعني ما في إريتريا بس، يعني في أي حتة بتاعت ألبان، تجميع الألبان، أي شركة يعني تجيب اللبن من المزارعين، المزارع يحب إنه يغش، يدخل له لترين ثلاثة من الموية مع اللبن. نعم. واصلا المادة الغذائية اللبن هو شنو؟ اللبن هو 86 إلى 87% هو موية. نعم. القيمة الغذائية الموجودة في الحليب، المسائل اللي ذكرناها من بروتين وكربوهيدرات وكالسيوم أنسون، وكل المسائل دي موجودة من 13 ل 14% يعني في الحليب فقط. الباقي كله موية. فبيسووا الشغلة دي، ولكن برضه في أجهزة وفي يعني فحيصين ذوي تجربة في المؤسسة. نعم. ما بتمر بسهولة الشغلة دي يعني بتتعرف يعني؟ تتعرف يعني. نعم. تتعرف انه المسألة بتاعت الالتريشن دي لما يسووها في أجهزة بتاعت فحص متطورة موجودة في الشركة، بتتعرف حتى لو فرزوا منه الدهن. يعني مرات كثير من عمليات غش بتحصل. نعم. فرز الدهن، إضافة موية، كثير من الحالات أنا ما أتطرق فيها بالتفصيل، لكن موجودة. لكن الناس الموجودة في الشركة هاي ناس كفاءة ذوي تجربة طويلة في هذا المجال، موجودين وحريصين على الشغلة دي. فبتتعرف وحسي يعني من 2006 وزارة الزراعة أجازت قانون إنه زمان المزارع يجي شايل اللبن بتاعه يشوف حظه، يعني كان مرة وكان ما مرة يبيعه برا، يعني شغلة زي. نعم. فمن 2006 في قانون إنه اللبن ده لما يجي، إذا اللبن ده أصلا هو يعني حافظ على الحالة الغذائية، القيمة الغذائية الموجودة في الحليب بشكل سليم وما فيه أي غش وتلاعب، مرة بالفحوصات تمشي. فيها خطأ، فرز دهن، تلاعب، شغلات زي دي، ما يشيلوا المزارع ده يرجع بيه عشان يبيعه للمواطن. نعم. في الشركة يعني اللبن ده يتدفق. نعم. عشان يكون عنده تجربة وثاني يوم ما يعيد الشغلة دي. فمن 2006 أنا شخصيا بشوف إنه في تطور كبير. يعني الكلام اللي قاعد يتقال ده، يعني الناس يعني أمزجتها بتختلف. يعني أنت حسي تذوق أي حاجة تقول يا أخي الحكاية دي فيها سكر كثير، نعم. الثاني بيقول لا أخي ما فيها سكر، داير سكر زيادة. فيعني هي المسألة بتاعت يعني لولا اختلاف الناس في أذواقهم لبارت السلع. يعني بيقول في مثل زي دي،
فمساله الحليب ده هسه حاليا يعني نطمن اطمن المواطن المواطن انه بانه في حليب في حرص شديد، في حرص مؤسسة شديد. أسمرة، مش موية ما في وكل مويه المكونات ابدا، ما فيها الغذائية ما مويه، والعناصر كله الغذائية موجودة فيها. موجوده فيها، فقط ان احنا معدلين نسبه الدهن يعني. نعم. يعني احتمال انه في ناس بتحب الدهن وتحب الطعم بتاعت الدهن في الحليب، شغلات زي دي نعم. دي نحن مقللينها يعني معدلينها الى ذكرت لك يعني المساله ستاندردايزد يعني. نعم. فيمكن من الناحيه دي، والا اطمن المواطن بانه ما في اي قيمه غذائيه متدنيه في شركه البان اسمر، اللبن كويس. وحتى انا بعد ما مشيت منها برضه زملائي في الشغل مستمرين بنفس النهج يعني. نعم. طيب دكتور عبد الله، الناس ما يفرزوا بين الحليب وبين اللبن. في حاجة اسمها اللبن دي مختلفة عن الحليب أعتقد. وممكن ندخل بالمدخل ده نتكلم عن مشتقات الألبان. جميل. يعني ده حليب حقان يعني. ايوه ايوه حليب حقان هاي. برضه يقول له بالعربي يقول له اللبن طبعا. هو اصلا باللغه العربيه وبلغه القران ذاتها نعم. اللبن. نعم. لكن جاز التعبير انه في الكثير من الدول العربيه اللبن ده بيقوا يقولوه للرب. للرب. يعني كان مشيت العراق، مشيت دول الخليج، مشيت هناي اللبن يقول لك يعني اللبن ده للبن الرايب. نعم. اللي بنسميه نحن بالرحنه بلغتنا يعني. ايوه. ايوه. وباللغه الانجليزيه ساور ميلك. يس. فعشان كده يعني هو اصله يعني هو اسمه لبن، لكن بشكل علمي بنقول له الحليب، الحليب ومشتقاته. نعم. فهي الحليب كثيرة هي مشتقات يعني. ونحن الحمد لله هسي برضه في اريتريا يعني لنا باع كبير يعني في مشتقات الألبان ما أقل من الدول الثانية. نعم. فكل المشتقات هي هسي نحن في شركة ألبان أسمرة بنستخدم الحليب، وكان في زي الفترة بتاعت الصيام اللي هسه حاليا موجودة. نعم. بيكون في اكسس من الحليب يعني. فالزيادة بتاعت الحليب دي نحن بنضطر نسويها إلى جبنة. نعم. اللي بيسموها الجبنة الناضجة. نعم. فورماجو يسموها فورماجو. الفورماجو دي. ونحن بنسميها الجبنة المطبوخة أو الجبنة الناضجة باللغة العربية. نعم. دي عشان ما احنا الحليب ده نقدر نحافظ عليه، ولما احنا نصنع الحليب ده نحوله لجبنة يعني الجبنة حتستني فترة طويلة. نعم. ونحن هنا نكون خلصنا الحليب من الخسارة يعني، لأنه الحليب ما بيستحمل يعني إذا كان ما تعاملت معه تعامل سريع كده في الإنتاج بيخرب. نعم. فعشان كده يعني لما يكون في زيادة من الحليب نحن يعني الجبنة ومشتقات الألبان دي أول حاجة الناس لازم يشبعوا من الحليب، يلقوا الحليب. بعد ما أنت تضمن إنه الحليب ده عمل في ناس على راحتها قاعد تشتري الحليب وتلقى الحليب ده. نعم. بعد ذا كان في اكسس، في زيادة في الحليب، تشتغل المشتقات الثانية. نعم. فشركة ألبان أسمرة بشكل عام تعتمد على صناعة الحليب فقط، لكن هسه في مصانع صغيرة. نعم. ومن ضمنها نحن برضه هسه عندنا مصنع. المصنع بتاعنا ده يعني أنا شخصيا جاتني عملية صغيرة ما أحب نعم. أكتمها، لأنه احتجنا للزبادي، وكان يجينا الزبادي من اليمن يعني علبة صغيرة كده ب 30 ب 35 يقولوا لك يعني. نعم. فما أعرف أنا في الفترة الأخيرة يعني الحكاية دي يمكن بعد ما اشتغلت كم 20 سنة يعني، أخي قلت أنا ما برضه ما أساعد الشعب بتاعنا ده، ليه نحن نكون دائما معتمدين إنه اللبن ده الزبادي ده يجينا من برا يعني. فجاتني الفكرة ذاته، في كثير من الناس يقول لي أنت السنين دي كلها كنت عامل شنو؟ والله قلت لهم ربنا ما أراد يعني، جاتني الفكرة هسي. نعم. فعملنا مصنع صغير يعني على قد حالنا باسم بنتي، اسمه مصنع عبير لمشتقات الألبان، وبنستخدم يعني زبادي، والحمد لله أعتقد إنه الشعب تعرف عليه هو الزبادي بتاعنا ده يعني اسمه رقونا، ونال إعجاب المجتمع يعني. نعم. طب ممكن نحن برضه بنفس هل الكمية بتاع الحليب الموجودة في إريتريا
هل بنسبة كافية بالنسبة لمتطلبات الشعب، أو ممكن كمان الواحد يفكر في تصدير لدول الجوار؟ والله في الناحية دي أنا عشان أكون واضح، نعم. يعني ما في كمية كافية يعني من الحليب، لكن عندنا أمل هسي، لأنه هسي مش أمل بس عمليا، إنه هسي الحكومة ذاتها ووزارة الزراعة والحكومة قاعدة تجيب أبقار نعم. محسنة نعم. من الخارج، والأبقار دي ذات كمية كبيرة من الألبان يعني. نعم. وحسي في الوقت الحاضر في شح من الألبان. الشعب يمكن هسي في فترة الصوم دي قاعدين تلقوا اللبن ده، نعم. لكن بعد الصوم ده ينتهي اللبن ده ما كافي، ما بتلاقي. فعشان كده أنا بتذكر يعني لحد قبل الحرب بتاعت الويانة دي، يعني كان في كمية كبيرة بتجي من الألبان، يعني احنا كنا نستقبل 30 ألف لتر في اليوم يعني في شركة ألبان أسمرت. نعم. لكن بعد الحرب المسألة دي أثرت أكيد. انعكست وأثرت سلبا في كل النواحي، وخاصة في الأبقار يعني. أنا بتذكر من حتة هنا اسمها صعدة كريستيان، بس كان تجينا يمكن 3000 لتر 10000 لتر في اليوم. من ال 30000 لتر دي كان 10000 بس من صعدة كريستيان. نعم. عمليا أنا الوقت ذاك لما مشينا وعملنا يعني زيارة يعني حقل، شفنا يعني الوقت ذاك يمكن 3000 بقرة اللي اسمها فريزيان دي بتاعت يسموها بلغة جوباي دي، نعم. بس في صعدة كريستيان يعني. حس حاليا يعني يمكن كان مشيت لفيت ما بتلقى أكثر من 300 400 يعني. فالمسألة دي حصل فيها كده المزارعين، وفي نواحي كثيرة بهنا الحرب أثرت، بهنا العلف وشغلات زي دي، فكثير من المزارعين خلوا الشغلة دي بتاعت الأبقار دي. نعم. فعشان كده حس الكمية اللي بتجي في الشركة حاليا في الوقت الحاضر في أحسن الأحوال ما تتجاوز ال 14000 13000 يعني. نعم. فنقدر نقول هسه حاليا في شح، لكن احنا على امل انه المساله دي موجوده هسه كمان. اللبن والابقار قاعد تجي، واللبن في زياده ان شاء الله إن شاء الله. ويتحسن يعني. طيب ممكن نتكلم أيضا حول أنت في معرض حديثك تناولت جزء منه، حول المؤسسات الخاصة مثلا، في مؤسسات كثيرة انتشرت لإنتاج الألبان ومشتقات الألبان، فممكن نتكلم حول هذه التجربة. ايوه وما تقدمه من إنتاج. والله هسي شوف يعني الحكومه هسي بتشجع قاعد المصانع والمؤسسات الصغيره صغيره دي، وبمتابعينا بالذات نحن في قسم المتابعه والخدمات. يعني هسه حاليا احنا ما قاعدين نستورد زبادي من برا يعني. نعم. وبالعكس الزبادي هسه ارخص حاجه. في كتار مصانع صغيره هنا. انا شخصيا كخبير في المجال ده يمكن اديت دورات تدريبيه، وعلى اساس انه الناس اللي قاعدين يصنعوا الزبادي دي اكثر من 80% يمكن انا اللي علمتهم يعني. نعم. وريتهم كيف يصنعوا التعامل مع الماده دي يعني. فالحكايه دي الحمد لله نحن هسه مغطين السوق المحلي بتاعنا. نعم. في المستقبل ان شاء الله يعني كل الشغلات دي يكون منافسه، وفي حسي في تنافس فعلا يعني. حسي الزبادي كثير، عشان انت تقدر تبيع انتاجك ده لازم تكون انت ترضى المستهلك ده انه نعم. هو يغيم. يعني احنا تهتم بالجودة. ايوه تهتم أكيد. بالجوده. ونحن شعارنا هنا في المصانع الصغيره والهنايه دي انه يعني تذوق ثم اختار. نعم. استمطرك مرض. نعم. فعشان كده في تنافس وفي عمليه كثيره، والناس هسه ما محتاجه للزبادي بتاعت اي هنا يعني. زبادي نستورده نحن من اي حته يعني. نعم. من مصر ولا من اليمن وشغلات زي. نعم. طيب. طيب ممكن في الختام ممكن نتكلم حول الإرشادات الصحية بالنسبة أولا للمزارع، طريقة تجميع الحليب، بالنسبة للمستهلك حتى، إرشادات بصفتك خبير في مجال الألبان، كيف يتم التعامل، يعني كيف المفروض يتعاملوا مع الحليب، مع الألبان ومشتقات الألبان كيف يعني؟ هو الحقيقة أنا زي ما ذكرت إنه من البداية إنه التعامل مع المادة المهمة دي، المادة الغذائية المهمة في تغذية الإنسان. نعم. human nutrition. نعم.
الحكايه دي نبدا نحن بالمزارع، والمزارع ما مقصرين نحن في جهاز المتابعه والخدمات بندي توعيه ان المزارع ده كيف يتعامل مع الماده دي، نعم. كيف يهيئ البقره للادرار للحليب ذات البقره ما تتعامل معاها بشكل عنيف عشان وشغلات زي دي، وفي نفس الوقت كيف تحافظ على نظافه الحليب ده. نعم. الجانب الثاني المواطن يجب ان يراعي الاهميه دي، انه الناس بتشتري مرات الحليب من برا من المزارعين، برا يبيعوا الحليب. نعم. فانا بنصح المواطن المستخدم للماده دي الحليب ده بالعمليه التقليديه، ما يجنبوا يسووه روب كده يروبوه بدون ما يسخنوه يعني. نعم. لانه الحليب ده زي ما قلنا وسط مهم جدا لتكاثر البكتيريا، والبكتيريا الضاره نعم. لصحه الانسان. نعم. فعشان كده الحليب ده انت لما دار تسويه زبادي اول مره يجب ان تسخنه يفور عديل كده يعني. فهنا على الاقل انت 90% انت قضيت على المساله بتاعت العنايه. لما تفوره تبرد شويه، وبعدين كان دار تسويه زبادي ممكن تضيف فيه كميه محدده كده من زبادي صحي انت مشتريه من برا. نعم. تسوي فيه وتغطيه يطلع لك زبادي تمام. اذا كان اصلا الماده الغذائيه بتاعت اللبن، نعم. اذا كان الحاله الغذائيه بتاعت اللبن جوده، زبادي حيطلع لك جوده. اذا كان اللبن ادلتريشن مسويين نعم. فيه مويه برا ده ما حيطلع لك زبادي تمام زي الزبادي الثانيين اللي بتشوفوا. فاهم حاجه هي نحن يعني قبل الجوده بتهمنا الحاله الصحيه. نعم. يعني قبل ما نقول كواليتي سيفتي، لانه صحه الانسان اهم حاجه يعني. عشان كده يجب ان يسخن الحليب وبعد ذاك يبرده يحطه في الثلاجه، بعدين يمكن يشربه يديه لاطفاله يعني. نعم. ففي الحاله دي نحن يعني يكون يعني راعينا الحاله الصحيه للحليب عشان ما نكون صحيين وما نمرض يعني، نعم. ولا نمرض اولادنا. نعم. هاي. شكرا لك دكتور عبد الله. الحديث معك يحتاج لحلقات وحلقات، لأنه موضوع الحليب موضوع هام، وموضوع ممكن يكون سلاح ذو حدين، لأنه حالات تسمم كثيرة جراء الحليب، فيحتاج إن شاء الله نستضيفك في حلقات أخرى إن شاء الله، وتقدم لنا إرشادات صحية بالنسبة للمواطنين حتى لا يتعرضوا لأي مخاطر جراء تناول الحليب. مشاهدينا، انتهت هذه الحلقة من برنامج حوارات. كنا معكم والدكتور عبد الله إدريس، مسؤول قسم السيطرة النوعية في مؤسسة ألبان أسمرة، والخبير في مجال الألبان ومشتقات الألبان، وتحدثنا حول هذا الجانب. حتى جديد الملتقى، لكم التحايا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.